معاكم الدكتورة أميرة عبد الحفيظ الخطيب، استشاري طب أسنان الأطفال ومدير وحدة الأسنان بمركز اسكندرية لطب الأطفال. هل أول ما السنة تتلخلخ ده معناها لازم أخلعها علشان البديهة تطلع مكانها؟ لا، تبديل الأسنان ده بروسس طبيعية بتاعت ربنا وبتمشي لوحدها، إلا في حالات قليلة بيحتاج تدخل دكتور السنان، وبنرجح إن التدخل ده يكون في المراحل الأخيرة لما السنة خالص تكون متلخلخة ومتعلقة على الجنب، الطفل مش عارف ياكل منها أو بتعوق الأكل أو بتوجعه. غير كده أنا برشح وزمايلي من أطباء الأسنان بيرشحوا إن نسيب بروسس التبديل الاسنان بروسس طبيعيه بتاعت ربنا تاخد مسارها لحد الاخر، وبعد كده يبتدي الدكتور يتدخل في المراحل الاخيره لو محتاجه تدخل. ليه؟ لان كل سنه بتحافظ على المساحه بتاعه السنه البديله ليها لحد ظهورها. لو اتسرعنا او شلناها قبل ميعادها، في الحاله دي السنه وارد جدا انها تدخل على بعضها وتعمل شويه لخبطه في عضه الاسنان. في انتظار بقى اسئلتكم. حد عنده اي استفسار او اسئله، احنا دايما معاكم وبنجمع الاسئله ونجمعهم ونقعد في يوم نجاوبهم عليهم كلهم. معاكم اميره عبد الحفيظ الخطيب، استشاري طب اسنان الاطفال، مدير وحده الاسنان بمركز اسكندريه لطب الاطفال.